بيكم في رابع جزء من كتاب علاقات خطرة. بتحب البحر؟ أنا بعشق البحر. حكايتنا مع المية حكاية غريبة جدا. أول علاقة لينا مع المية كانت في الرحم، لما كان كل واحد فينا غرقان وعامل زي السمكة اللي عايشة في البحر، حالة جميلة من المتعة والهدوء والدفى. الأكل والشرب بيوصل لغاية عندك، حتى الأكسجين مش بتبذل أي مجهود عشان تحصل عليه. قمة الأمان والاطمئنان والرفاهية، ملك متوج، مفيش خوف، مفيش ألم، مفيش مسؤولية. جنة كاملة بكل مواصفاتها وتفاصيلها، لغاية ما يجي اليوم الموعود وتتزلزل الأرض من تحتك وتنهار السما من فوقك وتنفجر شلالات المية من كل ناحية وتنقبض عليك جدران الرحم بكل قسوة عشان تطردك من جنتك زي ما أبوك آدم اتطرد من جنته بالظبط، وتنزل على الأرض ويبدأ الخوف والألم والمسؤولية. زي ما قلنا قبل كده، كتير من الأمراض النفسية يمكن تفسيرها من وجهة نظر معينة على إنها رجوع للخلف في تاريخ تطورنا ونمونا النفسي لغاية آخر لحظة كنا فيها في أمان وتوازن نفسي. ومن أصعب الأمراض دي مرض الفصام، اللي المريض فيه بيرجع لغاية المرحلة الفمية من نموه النفسي، ودي بتبدأ من الولادة لحد سن 2 واللي كان فيها بيهلوس ويتخيل حاجات مش موجودة يسلي بيها نفسه في غياب أمه. في مرضى قليلين جدا بيرجعوا أكتر شوية لغاية حياة الرحم وتصيبهم حالة نفسية وجسدية نادرة ياخدوا فيها وضع الجنين، عشان ده الوضع والوقت والمكان الوحيد اللي كان فيه أمان بالنسبة لهم. لو ما شفتوش الجزء الثالث روحوا اسمعوه وهتفهموا كلامي ده أكتر. في ظاهرة شهيرة جدا في بعض المرضى النفسيين اللي عندهم أمراض زي الفصام والهوس، وهي إنهم بيحبوا المية ويبقوا عايزين يشربوا مية كتير جدا، لدرجة إن بعضهم بيحصل له مشاكل عضوية بسبب زيادة نسبة المية في الجسم، بيجيلهم تسمم المياه. ورغم إن في تفسيرات كتير للظاهرة دي، لكن من أهم تفسيراتها النفسية هي رغبة المرضى دول في الانفصال بالمية والغوص فيها زي ما كانوا زمان في الرحم. السؤال بقى، هو احنا فاكرين حياتنا في الرحم؟ هو عقلنا لسه محتفظ بذكرياتنا في بطون أمهاتنا؟ هي قدرات ذاكرتنا تقدر توصل للدرجة دي؟ والإجابة بكل وضوح ومباشرة نعم، أيوة، فعلا، جدا. في عالم نفسي مشهور عمل مجموعة أبحاث وتجارب على كتير من الناس، بيستخدم طريقة معينة يخليهم بيها يغيبوا عن الوعي شوية ويدخلوا في حالة شبه الأحلام والرؤى، ويسألهم لما يفوقوا هم شافوا ايه وحسوا بايه، ويخليهم يسجلوا أو يرسموا اللي شافوه. كتير جدا منهم كانوا بيوصفوا إحساسهم بأنهم كانوا زي السمكة في البحر، وبعضهم وصف بشكل مفصل إحساسه جوه مكان مغلق مليان مية. بعض الناس كمان وصفوا شعورهم بالخنقة أو بالضغط الشديد حواليهم أو بالزهق أو بالضيق. العالم بيفسر ده بأننا كلنا عندنا مخزون هايل من ذكريات وجودنا في الرحم ورغبة دايمة في العودة ليه. مش بس كده، ده الكلام ده بيفسر حاجات تاني كتير. عمرك حلمت أو تعرف حد حلم بالبحر؟ شفت في المنام قبل كده أو حد حكالك إنه شاف نفسه أو حد تاني بيعوم أو بيغرق؟ بتحب أو تعرف حد بيحب ينام في وضع الجنين؟ أنا عن نفسي أعرف حد بيعمل كده. كل ده ليه نفس التفسير ونابع من نفس المصدر الداخلي اللي محتفظ بكل ثانية وكل تفصيلة من مرحلة مهمة جدا في وجودك، مرحلة حياة الجنين اللي كنت بتعوم فيها في بحر الرحم بأمواجه ومده وجزره. المرحلة دي بتبقى الولادة بالنسبة لها بمثابة النهاية، نهاية الجنة والمتعة والنعيم. عشان كده في نظرية كاملة في علم النفس اسمها نظرية صدمة الولادة. في كمان حلم مشهور بيتكرر عند بعض الناس بنسميه حلم نهاية العالم. بيكون في العالم بينتهي وبيتدمر، ساعات زلزال، ساعات مية من كل ناحية تغرق الناس والمباني، ساعات رياح وعواصف ومطر. وأحد تفسيرات الحلم ده هو إنه وصف تفصيلي للحظة الولادة اللي انهار فيها عالم الجنين وانتهت فيها حياة الرحم. في علماء بيفسروا رغبة بعض الناس في الموت بإنها رغبتهم في العودة للرحم، المكان المقفول المظلم اللي ما كانش فيه غير السكون والهدوء والفراغ. لكن طبعا دي صورة مريضة جدا محتاجة علاج نفسي مكثف. في ناس كمان بتقول إن مجرد النوم هو استعادة لذكريات السبات العميق جوه الرحم. ودكتور محمد طه مؤلف الكتاب شخصيا شايف إن الحضن هو البديل اليومي الطبيعي المتاح لاسترجاع مشاعر حضن الرحم. واضح إن الموضوع كبير جدا، بس مش معناه خالص إن اللي بيحب البحر والمية يبقى عايز يرجع لورا، أو إن الحنين للرحم ده حاجة مرضية. بالعكس، دي حاجة طبيعية موجودة عند كل الناس، وممكن تكون دافع للحركة وطاقة للنضج وأرضية
متجددة للحياة. طب ايه بقى؟ بص يا سيدي، احنا في رحلة بدأناها مختارين او مضطرين او الاتنين. رحلة بدأناها في الجنة، جنة آدم، وبنسعى في حياتنا اننا نرجع لها تاني بالعمل والشقة والصبر، بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة والقرب الحقيقي من نفسنا ومن الناس ومن ربنا. بعض الناس عايزة تستسهل وتوصل للجنة بسرعة من خلال طرق مختصرة تبعد فيها عن الناس وتكرههم وتحكم عليهم وتسيء معاملتهم تحت ادعاءات فارغة، وتبعد عن نفسها وتحقر من شأنها وتتفنن في ذلها بمسميات مغلوطة، وتتخيل ان ده بيقربها من ربنا، مع انه في الحقيقة مش بيقربنا من اي حاجة. في بقى صورة مصغرة للمرحلة دي بدأناها في الرحم، وجوانا رغبة دايمة في العودة ليه. بعض الناس برضو عايزة تستسهل وتوصل بسرعة، عايزين يعيشوا من غير خوف، من غير ألم ومن غير مسؤولية، مرة بالمرض النفسي، مرة بالرغبة في الموت، مرة بالهروب من الناس، لكن ده في الآخر مش بيوصل لأي حاجة. البحر حلو وجميل ومغري، لكن عشان تعوم مهم تبذل شوية مجهود ومعافرة ومكافحة. ساعات هتمشي عكس التيار، ساعات هتقف في وش الموج، ساعات هتقاوم بكل قوتك. الاستسلام للغرق سهل، بس رحلة الحياة مليانة شرف. بعد ما تسمع الجزء ده عايزاك تشوف فيلم جرافيتي، هسيب لكم الاسم على الشاشة، وتركز في المشهد المبدع اللي بتظهر فيه بطلة الفيلم في وضع الجنين جوه مركبتها الفضائية بعد ما انتهت بيها كل المحاولات وضاقت بيها كل السبل، لكنها بعد دقايق تقرر انها ما تستسلمش، تقبل صعوبة الحياة، تتجاوز ألم الفقد، وتغامر وتجازف وتقتحم الخطر، وتنزل على الأرض وتخطو خطواتها الأولى نحو الحياة على شاطئ البحر، وكأنها لسه بتتعلم المشي بكل إرادة وإصرار وشجاعة. قوم بقى اشرب شوية مية وكأنك بتشرب للمرة الأولى، حس بيها، استطعمها، واكتشف معايا إن المية مش زي ما كانوا بيعلمونا في المدرسة ملهاش طعم ولا لون ولا ريحة. المية على رأي دكتور مصطفى محمود ليها طعم الحياة. يلا هنا ودلوقت جدد علاقتك بالمية، جدد علاقتك بالحياة. الفصل اللي بعد كده بيقول: أنت تكرهني إذا أنا موجود. تصور لما يكون مصدر إحساسك بنفسك في الدنيا هو إن حد بيكرهك. تصور لما يكون شعورك بوجودك مرهون بوجود ناس بتحسدك وبتراقبك وبتتآمر عليك. تصور إنك ما تحسش بقيمتك وبأهميتك إلا من خلال ناس عايزة تسمك وتموتك وتخلص منك. زي ما قلنا من أصعب الأمراض النفسية مرض الفصام، وده واحد من فصيلة أكبر من الأمراض الذهانية. أول وأهم عرضين في الفصام أو الجنون هما الضلالات والهلاوس، وفي طبعا أعراض تانية كتير. ضلالات يعني أفكار خاطئة وصاحبها مصدقها لدرجة لا تقبل الشك، وهلاوس يعني المريض يستقبل حاجات مش موجودة في الحقيقة، يسمع أصوات غريبة، يشوف صور ومشاهد مش حقيقية، يحس بحاجات محدش غيره يحس بيها، وهكذا. المهم كل دي أعراض مرضية، لكن مش دي كل الحكاية. الحكاية هي إيه اللي ورا الأعراض الغريبة دي، إيه معناها وإيه سببها، جاية منين ورايحة فين، المريض عايز يقول إيه من خلالها. يعني إيه حد يبقى متأكد إن الناس بتكرهه وعايزة تموته؟ ليه حد يتصور إن في كاميرات بتراقبه أو في سم في الأكل؟ إزاي حد يشوف حاجات مش موجودة أو يسمع أصوات مش حقيقية؟ طبعا في تفسيرات كتير وإجابات أكتر، منها العامل الوراثي والبيولوجي والكيميائي، وكلها قايمة على نظريات علمية غاية في الدقة. لكن الأهم والأدق منها جميعا هو التفسير النفسي اللي ليه علم قايم بذاته. تصور حد وصلته رسائل نفسية في طفولته وأثناء تربيته وساعات في معظم فترات حياته إنه مش مهم وإنه ملوش قيمة، رسائل من نوعية: أنت ملكش لازمة، يا ريتنا ما خلفناك، كان غيرك أشطر، أنت زي قلتك. تخيل حد كل اللي شافه من اللي حواليه حب بشروط وقبول بشروط واهتمام بشروط. تصور حد كان مضطر طول الوقت إنه ما يبقاش نفسه ويدفنها ويدفن معاها حقيقته وتلقائيته وإبداعه عشان خاطر اللي حواليه يرضوا ويقولوله برافو. الشخص ده نفسيته هتبقى عاملة ازاي؟ بلاش كده، حد بيتقاله بالكلام اختار مستقبلك واعمل اللي انت عايزه، ويتقاله بالتصرفات اوعى تكون غير المشروع اللي انا عايزه. او واحدة يتقالها بالكلام انت حرة ومعززة ومكرمة، ويتقالها بالتصرفات انت عار ووجودك جريمة وذنب. كل دول هيكونوا عاملين ازاي من جوه؟ احساسهم بنفسهم هيكون عامل ازاي؟
علاقاتهم بنفسهم وبالعالم هتاخد أي شكل بدون الدخول في تفاصيل مؤلمة. دول هم المادة الخام والتربة الخصبة للمرض النفسي. كل واحد منهم هو عبارة عن مشروع مريض نفسي من الدرجة الأولى، قنبلة موقوتة مستنية لحظة الانفجار، في وجود بعض العوامل الجينية. طبعا الأمراض النفسية باختصار شديد جدا هي إما جنون أو دفاعات ضد الجنون. يعني اللي هيقدر منهم يستحمل الواقع المؤلم ويحتفظ بشوية من عقله في مواجهة تربيته وظروفه وجيناته هيصاب بأمراض زي الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية. أما اللي مش هيقدر يستحمل الواقع والظروف والضغوط والصدمات النفسية اللي شافها طول عمره، فده اللي هيقرر بشكل واعي أو غير واعي إنه ينفصل عن الواقع ده تماما ويخلق الواقع بتاعه هو. عشان كده سموه فصام. وهنا لينا وقفة عند جملة يخلق الواقع بتاعه هو. اللي شافه مريض الفصام من حياته والناس اللي حواليه أصعب بكتير من تحمل قدراته النفسية والعقلية. عشان كده هو بيقرر إنه يسيب العالم ده كله على بعضه ويعيش في عالم خيالي خاص بيه هو لوحده. في ناس هو اللي يصنعهم، وأحداث هو اللي يصيغها، وتفاصيل هو وحده اللي يتحكم فيها. فيبدأ يخلق أشكال وألوان وبني آدمين ليهم صوت وصورة وحياة، وينسج حكايات وروايات وسيناريوهات، ويصدق أفكار ومعتقدات وشكوك. طيب المنطقي إنه طالما اللي شافه قبل كده في حياته حاجات وحشة وخبرات مؤلمة، يبقى يخلق شخصيات جميلة وطيبة وأحداث هادية ولطيفة وخفيفة. في الحقيقة ده ساعات بيحصل، بس مش دايما. اللي بيحصل أكتر هو العكس، ورغم إن ده غريب لكنه مثير للشفقة لأقصى درجة. ليه؟ أقولك ليه. مريض الفصام وصلته رسالة في مرحلة ما في حياته إنه مرفوض، إن وجوده مش مرغوب فيه، إن كيانه ملوش أي قيمة ولا لازمة ولا أهمية حتى الأقرب الناس ليه. يبقى في الحقيقة هو من جوه بيتمنى أي شكل من أشكال الوجود وأي درجة من درجات القيمة والأهمية. وهنا الغلب والوجع الحقيقي. مريض الفصام بيتمنى من جواه إنه يحس بوجوده، حتى لو معنى ده إن في حد بيكرهه، حتى لو من خلال حد هو بيخلقه ويتصور إنه هيحطله السم في الأكل. هو يعني كان عارف يعني إيه حب من أصله؟ هو لقي حب وقال لأ؟ هو العالم الداخلي بتاعه فيه غير كده؟ ده يدوب بيدور على أي حد إن شاء الله حد يكرهه ويتآمر عليه ويبقى عايز يموته. ما هو معنى كده إنه موجود ومهم، وإن في حد بيفكر فيه، وإنه له قيمة وقيمة كبيرة كمان. تصور شدة وعمق الاحتياج اللي يخلي حد يخلق أصوات مخيفة وأشكال ناس مرعبة ويصدق إنهم بيراقبوه وبيكرهوه وعايزين يخلصوا منه عشان ده يحسسوا بوجوده وقيمته. تصور ضعف وغلب حد بيشك إن أي اتنين بيكلموا بعض يبقى بيتكلموا عليه، لأنه هيموت ويحس إنه مهم عند أي حد حتى لو هيتكلم عليه. مريض الفصام بيصرخ من خلال أعراضه ويقول أنا موجود. طبعا المصدر الأساسي والرئيسي لكل الهلاوس اللي بيخلقها وكل الضلالات اللي بينتجها هو العالم الداخلي بتاعه، اللي مليان كائنات مخيفة وأشكال مرعبة وأصوات صارخة اتكونت جواه من خلال كل اللي وصله عن نفسه وعن الناس طول حياته. ولو كل ده ما نفعش، يرجع في عمره العقلي شوية ويهلوس بالمية والبحر والغرق اللي بيفكروه بالسائل اللي كان بيعوم فيه في المكان الوحيد اللي حس فيه بالأمان، رحم أمه. ولو ده كمان ما نفعش، ينفصل تماما عن الحياة ويجيله كاتاتونيا أو تخشب تخليه زي أي نبات أو جماد، لا ياكل ولا يشرب ولا يتحرك. طبعا ده تفسير مبسط جدا وما ينفعش نعممه، في تفسيرات كتير وأعراض أكتر. مريض الفصام مصاب في أعمق أعماق نفسه، مصاب في وجوده ومعناه وقيمته وأهميته، مصاب بشعوره الشديد بالرفض اللي وصله بشكل قاسي ومتتابع وكتير ومستمر. ازاي ما يتجننش يعني؟ نرجع هنا تاني بقى، عندك وعندي وعند صحابنا وحبايبنا وولادنا وقرايبنا، ونقول ونعيد كمان: الدفاع القوي الناجح ضد كل الأمراض النفسية مهما اتطور العلم وزادت الأبحاث هو وجود إنسان، حتى لو إنسان واحد يكون قبلك ومهتم بيك وبيحبك حب حقيقي غير مشروط. خط الرجعة الأخير ضد الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية في وجود كل أنواع الأدوية والعقاقير هو علاقة إنسانية يوصلك فيها إنك من حقك تكون نفسك من غير ما تدفع أي تمن. حائط سد صلب ضد الذهان والفصام والجنون. بالرغم من نجاح بعض الطرق التانية، هو إنك تصدق إنك تستاهل تعيش وتستاهل تفرح وتستاهل تتحب، وإن ده من حقك. جرب تقول كده: أنا استاهل أعيش واستاهل أفرح واستاهل أتحب، وده من حقي. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.